عمرك سألت نفسك ليه ممكن تلاقي حد بيتطاول على شيخ جليل من شيوخ بلدك وعلامة زي الشيخ الشعراوي أو واحد من أساطير الكورة في بلدك زي محمد صلاح؟ لو عايز تعرف ده بيحصل ليه تعالى وأنا هقوله. الناس بتكون شايفة إن ده بيكون وليد الصدفة، الشخص ده عمل شيء سيء فعل الجمهور محبوش فانتقدوه، بس ده مش بيكون الحقيقة. الحقيقة عشان نوصل للمرحلة دي بنعدي على مراحل كتير. العلماء بيقولوا إن أول مرحلة بتوصلنا اللي إحنا بنتكلم عليه ده هي نظرية بتسمى بنظرية تأثير العالم. العالم إدوارد ثورندايك بيقول إن صفة واحدة إيجابية تجعلنا نبالغ في تقييم باقي الصفات. الحلقة دي كلها هندي مثلا محمد صلاح. محمد صلاح زيه زي أي شاب مصري اتولد في قرية نجريك في طنطا، عاش سنوات كفاح عشان يوصل للهدف اللي هو عايزه، عشان يبقى لعيب كورة. طبعا مر بسنوات كفاح ومواقف مهمة مش لازم نحكي عنها دلوقتي عشان كلكم عارفينها، لحد ما بنوصل إن محمد صلاح لاعب فريق المقاولون العرب، الفريق اللي كان بيلعب في الدوري الممتاز وقتها. كويس كده كويس. ممكن محمد صلاح يكون حقق النجاح اللي كان نفسه فيه، إنه يكون لاعب كورة معروف في مصر، بس النجاح اللي حققه محمد صلاح في المرحلة دي يعني للمشاهد لا يعني له شيء، يعني ما يخلينيش اتأثر او اكون زيك زي اي لعيب كافح ولعب في الدوري المصري. مفيش حاجة مميزة، لا حتى مش بتلعب في الفرقة المفضلة ليا، لا بتلعب في الاهلي، لا بتلعب في الزمالك، لا بتاخد 100 مليون زي زيزو، ما بتدرجنش في لحظة. كل ده بيتغير، بيبقى قدام محمد صلاح عرض للاهلي، الزمالك، الاحتراف. الاحتراف ده في الفترة دي كان بيبصله بصة صاحبك اللي بيطلب ماتشة وبقى عليه 100 جنيه وهيقولك هدفعهم لك عشان معيش كاش كله انستا باي. بس محمد صلاح بيختار الطريق الأصعب، بيختار الاحتراف. الاحتراف اللي من منظور الإعلام، منظور لعيبة الكورة المصريين زمان، إن ده طريق الفشل، لأن كل المصريين اللي احترفوا فشلوا ومفيش حد نجح وبقى عالمي. اختار طريق العالمية، طريق يوسف الشريف. صلاح بيروح فريق بازل السويسري، فريق مش معروف في مصر، بيلعب بيتألق، بس الجمهور هنا مش مهتم، الإعلام مش مهتم، لحد ما بتوصل النقطة اللي بتغير حياة محمد صلاح. دوري أبطال أوروبا، فريق محمد صلاح اللي هو فريق بازل بيلعب فريق تشيلسي بقيادة أحسن مدرب في العالم وقتها سبيشال وان. محمد صلاح بيسجل هدفين، الهدفين دول بيخلوا السبيشال وان بذات نفسه يطلب محمد صلاح، وما بالك بقى السبيشال وان في وقتها. محمد صلاح بيلم شنطته وبيطير على تشيلسي، بس الدنيا ما بتبقاش وردية زي ما محمد صلاح فاكر. محمد صلاح ما بيلعبش دقايق لعب قليلة، طول الوقت دكة. محمد صلاح لتاني مرة بيختار الطريق الأصعب، إنه يحط شنطته على ظهره ويطلع على فريق عشان دقايق اللعب تكتر، ويروح منتخب مصر ويسيب السبيشال وان احسن مدرب في العالم وقتها. بيطلع تاني لمغامرة غير محسوبة وبيروح فريق فيورنتينا الايطالي عشان يلعب اساسي هناك. ومن هنا القصة الحقيقية بتبتدي، كل فات ده كان تمهيد. صلاح بيروح فريق فيورنتينا، بيلعب، بيتألق، بيجيب اجوان، الصحافة المصرية بدأت تتكلم عنه، الإعلام بدأ يلاحظ إن في لعيب مصري في الدوري الإيطالي بيجيب اجوان، لحد ما بنوصل للنقطة اللي غيرت وجهة نظر الجمهور. محمد صلاح في الدولة اللي ملهاش اسم بيلعب فريق مكابي تل حيفا ولا مكابي أحا، فريق من اللي ما بتسموش، على ملعبهم قدام جمهورهم، جمهور كله بيصفر ضد محمد صلاح. محمد صلاح اختار الحل برضو الأصعب، إن هو يلعب قدام الفريق ده. محمد صلاح بيبتدي الماتش، محمد صلاح ما بيسلمش على لاعيبة فريق اللي ما بتسموش، والصفرات كلها ضده والجمهور بيصفر ضده طول الماتش. بس ده محمد صلاح. محمد صلاح بيلعب الماتش ده وبيسجل هدفين ويروح للجمهور ويشاور لهم ان هم يسكتوا. وهنا وجهة نظر الاعلام بتتكلم، الجمهور، الشباب اللي شايفين شاب زيهم كبر نجح وبقى لعيب بيلعب في الدوري الايطالي بيجيب اجوان، بقى مثال ناجح. وبعيد عن ده كله، النقطة الأهم في الفيديو إنه عنده مبادئ، عنده مبادئ ما تخلاش عنها. شفناها في أصعب الظروف على أرضهم قدام جمهورهم بيلعب فريقهم وما خافش، ما تهتش، ما تنزلش عن مبادئه. دي اللي خلت الجمهور يحب محمد صلاح. بعدها بتطلع الصورة الشهيرة
محمد صلاح بالمصحف. نرجع بقى للكلام، ادوارد سروندايك او ادوارد فان دايك مش فارقة طالما بنتكلم عن صلاح، اللي بيقول ان صفة واحدة ايجابية تجعلنا نبالغ في تقييم بقية الصفات. خلينا نشوف صلاح، تقدم لك على انه شاب مصري مكافح، نجح وكلنا نفسنا ننجح، عنده طموح او منتاليتي زي ما هو ما بيحب يقول. وطبعا من اهم اسباب التعلق بيه ان عنده مبدأ ظهر في احنك الاوقات. صلاح بيكمل رحلته لحد ما بيوصل لليفربول، شاب لسه محافظ على مبادئه، لسه اضواء المدينة ما اثرتش عليه ولا صوتها الصاخب، لسه ابن بلد، لسه بنحبه. لحد ما بتوصل 2017 مصر بتلعب الكونغو، محمد صلاح بيحمل 90 مليون مصري في الوقت ده، بلد بقالها 28 سنة ما صعدتش كأس العالم، كل طموحها إن هي تصعد كأس العالم. محمد صلاح في الماتش ده بيجيب جونين، ضربة الجزاء الشهيرة، محمد صلاح بيوصلنا كأس العالم، بقى بطل شعبي، بطل اللي قدر يوصلنا كأس العالم، بعيدا عننا اتفشخنا في كأس العالم بعدها ويا ريتنا ما وصلنا، بس وصلنا ومحمد صلاح جاب جونين وسكت مجدي عبد الغني. ودي لحد ما بنوصل لمرحلة إن صلاح بيصبح غير قابل للمس، زيه زي الأهرامات، زيه زي أبو الهول، ما ينفعش تقرب منه. صلاح ما بيبقاش إنسان زيك، بقى شيء مقدس، ملاك بجناحين ما بيغلطش، أي تصرف بيعمله صح، لا حتى لو التصرف ده كان ضد الدين، ضد العرف، ضد العادات، ضد البلد، هتلاقي مبرر، هتلاقي الجمهور بيطبله، هتلاقي الإعلام بتاعنا بيطبله، وما بالك بالإعلام بتاعنا. والفلاسفة قالوا إن التقديس ده مشكلة، الناس لا تتحمل الحقيقة بل تتحمل صورا عنها. إحنا حاليا بنتعامل مع صورة صنعها الإعلام أو صنعها الناس عن صلاح، صورة مثالية زيادة عن اللزوم، الأقرب إن هي تكون ملائكية، لحد ما بنوصل للحظة السقوط. ولحظة السقوط دي ما بتحصلش فجأة زي الناس معرفة، ما بتحصلش بسبب شيء ممكن انت تكون شايفه تافه، لا، هي بتحصل بسبب الحاجات اللي احنا قلناها من شوية. ومع لحظة الانكسار ده، الشخص اللي ما كانش قادر ينتقد صلاح دلوقتي بقى قادر ينتقده، بقى قادر ينتقده بشدة، لأنه بقى مشخصنة مع صلاح. والشخص اللي كان بيحب محمد صلاح أو بيحب الصورة المثالية اللي صنعها الإعلام عن محمد صلاح، أو الصورة اللي هو صنعها لنفسه عن محمد صلاح، فاكتشف إن هو بني آدم بيغلط عادي، بعدها بيتحول الحب ده لكره، كره بدون سبب، بدون ملامح، هو بيكرهه خلاص. صلاح يا عزيزي خلاص أثرت عليه أضواء المدينة وصوتها الصاخب. صلاح بيبدأ يعمل حاجات بتقلل حب الجمهور ليه وبتزود انتقادهم كرههم ليه. صلاح بيحتفل بعيد الكريسماس، والكريسماس ده بيقول إن ده عيد ميلاد الرب، وانت لما تحتفل بيه يبقى انت بتحتفل بعيد ميلاد الرب، وده كفر بالله، حاشا لله ان يولد او ان يكون له ابن او له شريك في الملك، حاشا لله ان يولد او ان يكون له ابن او له شريك في الملك، حاشا لله من كل الحاجات اللي بتحصل دي. بعدها تلاقي محمد صلاح بيترحم على الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، كنت تشوف ده شيء نبيل، بيترحم على ست كبيرة وماتت. الملكة دي بلدها هي اللي احتلت بلدك ما يقرب من 100 سنة، خدت خير بلدك، قتلت في شهداء ماتوا عشان يحرروا البلد دي، عشان تبقى قاعد اسمك حر تقول رأيك، يعني انت دلوقتي بتقول رأيك يعني. الملكة دي شاركت في قتل واغتصاب النساء، قتل المجاهدين، تجارة العبيد، احتلت أفريقيا بالكامل، سرقت ونهبت ثرواتها، في الآخر أنت بتترحم عليها مع إنها غير مؤمنة، كافرة، ولا يجوز الترحم على الكافر. كل اللي فات ده عادي، كان ممكن تلاقي ليه مبررات، ناس تقول ملهاش دعوة الدين بالكورة، خلاص اللي حصل من 100 سنة ما يحصلش دلوقتي، لحد ما بنوصل للحظة المفصلية، شعب بيباد، فال، نساء، الشجر، الأراضي، المباني، كل حاجة بتباد. 2 مليون مسلم بيبادوا. صلاح بعد ضغط كبير عليه من جمهور بلده اللي شايفينه واحد منهم، مصري أصيل مسلم وليهم حق عليه، حق المعاتبة. صلاح بيطلع بالفيديو الشهير يقول كل الأرواح مقدسة، وساوي اللي قتل واغتصب ونهب البلد واحتلها، بالشهيد المقاوم سوى الطفل اللي مات بلا ذنب، والأم اللي ماتت بطفلها بلا ذنب وهو في بطنها، والشيخ العجوز بالمغتصب، مغتصب النساء، مغتصب الأرض،
مدنس الحرم، مدنس حرمة المسجد الأقصى، المتطاول على الدين. صلاح خلاص وصل لمرحلة إن الأغلب بقى ضده، خلاص التمثال بيتكسر. في النهاية صلاح ما كانش الشخص السيء في الرواية، هو بس ما كانش الشخص اللي انت رسمته في أول الرواية. كان إنسان عادي ضعيف ممكن يتنازل عن مبادئه عشان رغباته. هو مش ذنبه إنك رسمت الصورة دي. السلام عليكم.